الفنان العالمي شارل شابلن، أهم كوميديان جه على كوكب الأرض، كان ليه جملة شهيرة بتقول إن الفنان لما بيكون قدام الجمهور بيكون كذاب 50%، ولما بيكون قدام الكاميرا بيكون كذاب 70%، ولما بيكون قدام نفسه بيكون كذاب 100%. بس لما تيجي تطبق النظرية دي على واحد زي علاء ولي الدين هتلاقي إن النظرية الشابلنية دي لا تمت لعلاء ولي الدين بصلة. وأكبر دليل على كلامي ده إحنا إزاي لحد النهاردة فاكرين علاء ولي الدين وبنحب علاء ولي الدين، وهو عمل 3 أفلام بس بطولته: عبود على الحدود والناظر وابن عز. وفي حين ان واحد تاني زي اشرف عبد الباقي مثلا ابن جيله وصاحب علاء ولي الدين وعمل اكتر من 3 أفلام، لكن عمرك ما هتطلع 3 أفلام مميزين قوي واثروا في تاريخ السينما قوي زي عبود على الحدود والناظر. وهنا بيأتي السؤال: ليه علاء ولي الدين؟ وهل نجاح الافلام اللي هو عملها دي او مدى تأثيرها في تاريخ السينما او في شكل السينما او في شكل الضحك عامة كان صدفة، ولا ده جاي من مدى صدق واحد خلى فنه يفضل قريب من الناس لحد النهاردة رغم قلة الكمية؟ وده طبعا عكس النظرية الشابلنية. وعشان نحاول نلاقي إجابة أو نفهم أكتر صدق علاء ولي الدين كان جاي منين، لازم نتعرف الأول على أبوه الفنان سمير ولي الدين. لو شفت مسرحية شاهد ما شافش حاجة يا شقيق بتاعت عادل إمام هتلاقي عسكري كان عادل إمام طول الوقت بيسخنه على الضابط بتاعه وبيحاول يستفزه على طول. أهو العسكري ده بقى يبقى أبو علاء ولي الدين. يمكن وشه ما كانش مألوف لينا كجمهور بحكم حجم الأدوار اللي كان الفنان القدير ده بيعملها، ولكن الراجل ده كان محبوب جدا من الوسط الفني بشكل مش عادي، لدرجة ان كان صحابه سعيد صالح وعادل امام وصلاح السعدني وصلاح ذو الفقار ونور الدمرداش. وعاوزك تقف عند نور الدمرداش شوية. علاء ولي الدين يا شقيق ما بيلحقش يشبع من ابوه اللي مات وهو عنده 15 سنة، ولكن في الفترة البسيطة دي علاء ولي الدين كان حب السينما والفن جدا، زي ما تقول كده حبه بالوراثة او حب يكمل مسيرة والده. ولكن انت هنا قدام شاب أبوه اللي كان كل أصحابه فنانين مات وهو عنده 15 سنة، ونفسه يكون فنان زي أبوه بل يكون أنجم من أبوه، بس مش عارف يخش السكة دي منين. وعشان كده هيبدأ زي ما أي حد بيبدأ ويقدم في المعهد. ولكن وقت الاختبارات كان من ضمن اللجنة اللي بتختبر كان الفنان كمال ياسين، وبيسأل علاء ولي الدين محضر لنا إيه يا ابني؟ فبيرد عليه علاء بكل تلقائية: مشهد من مسلسل حضرتك بالليل. وطبعا علاء ولي الدين بعد الإجابة دي بيترفض. وهنا بيأتي دور السيد الوالد. علاء ولي الدين بيروح للمخرج الكبير نور الدمرداش اللي كان صديق والده، ونور الدمرداش إكراما لوالده بياخده وبيقول له: أنا عاوزك تتعلم كل حاجة وأي حاجة، عاوزك يبقى عندك دراية بكل حاجة بتحصل في الصناعة. وطبعا علاء ولي الدين بيسمع كلامه وبيشتغل كل حاجة حرفيا، شوية مساعد مونتير وشوية مساعد مخرج، وبيفضل يشتغل علاء ولي الدين مع نور الدمرداش لمدة 7 سنين بيشتغل كل حاجة وأي حاجة. نور الدمرداش كان كل ما ينبسط من علاء ولي الدين يكافئه بأنه يديله دور صغير هنا أو دور صغير هنا، لدرجة أنه كان بيعمل أدوار صامتة في مسلسلات زي ألف ليلة وليلة مثلا، أو مثلا تلاقيه بيعمل دور حبظلم ابن المقدم سنقر الكلبي في مسلسل علي الزيبق مع فاروق الفيشاوي. كل ده وعلاء ولي الدين بيشتغل ومصر على تحقيق حلمه. وده اللي كان دايما بيقوله في معظم لقاءاته، ان اي حد موهوب وعنده اصرار على ان موهبته دي تطلع هتطلع في يوم من الايام. وبيفضل علاء ولي الدين يتنقل ما بين ادوار صغيرة لادوار اكبر لحد ما السيد الوالد بيقوم بدوره لتاني مرة في حياة علاء ولي الدين، ولكن المرة دي بشكل مختلف ومؤثر ومع حد هو اصلا اثر في حياة السيد الوالد: عادل امام. علاء ولي الدين يا شقيق في الفترة دي كان بدأ يتشاف وبدأت موهبته تتعرف ويتعرف انه كوميديان عنده البوتنشال. وطبعا عادل امام رفيق والده في شاهد ما شافش حاجة بيرافق الابن هو كمان في الارهاب والكباب، واللي بالمناسبة اشرف عبد الباقي ابن جيله وصديق عمره كان معاه، ويمكن دوره كان اكبر بحجم المساحة والدراما. ولكن اتفرج على علاء ولي الدين في الفيلم وهتفهم فرق التأثير ومداه لما عادل امام بيقرر يجيبه تاني في المنسي ويقول له الجملة دي: مساء الخير. مساء الخير.
في حاجه حضرتك؟ انا شفتك قبل كده. مش عارف والله. انت بتروح المجمع؟ رحت مره واحده بس. وطبعا الجملة دي كانت دلالة على تكرار النجاح ونجاح الكاركتر ذات نفسه بتاع علاء ولي الدين. وبرضه خد بالك في نفس المشهد ده محمد هنيدي كان قاعد ورا علاء ولي الدين اللي بيكبر معاه اكتر واكتر، وبيبدأ يترسم جيل جديد متجسد في علاء ولي الدين ومحمد هنيدي واشرف عبد الباقي واحمد ادم وصلاح عبد الله. ولكن تعال نركز هنا على محمد هنيدي وعلاء ولي الدين، لان بكل صراحه افلامهم اثرت في شكل السينما، بل وغيرت في شكل الضحك، بل واضافت له كمان، ولسه تاثيرهم ده واضح وباين لحد النهارده. لان الاتنين خلي في بالك قبل ما كل واحد يبقى نجم ساحق ولوحده ومنفرد كانوا عاملين ثنائيات غير طبيعيه على المسرح وعلى التلفزيون، زي مسلسل وانت عامل ايه مثلا، او فيلم حلق حوش. لكن هتبدا الصحافه في الفتره دي تحطهم في مقارنات مع بعض طول الوقت، وبالذات لما محمد هنيدي هيسبق علاء ولي الدين في النجوميه بعد اسماعيليه رايح جاي وصعيدي في الجامعه الامريكيه. بالمناسبه محمد هنيدي عرض على علاء ولي الدين انه يعمل دور صاحبه حسين في صعيدي في الجامعه الامريكيه، لكن علاء ولي الدين رفض وقال له انا داخل فيلم اسمه عبود على الحدود. قبل ما نخش على مرحله عبود على الحدود عاوز احكي لك موقفين بيبينوا لك مدى تاثير سمير ولي الدين ابو علاء ولي الدين في علاء ولي الدين. اول موقف لما في مره من المرات كان علاء ولي الدين بيعمل دور من ضمن الادوار الصغيره اللي بيعملها، وكانت النقابه في الوقت ده محدده شروط معينه علشان الممثلين ياخدوا تصريح يشتغلوا بيه، وكان علاء ولي الدين بيعمل دور صغير، فبيتكتب في الجواب اللي بيتقدم للنقابه ان الدور ده دور نمطي. دور نمطي ده يعني من الاخر كده دور مهم في الحدوته ولكنه مش رئيسي، فلازم الممثل ده يطلع له التصريح. فلما علاء ولي الدين بيروح علشان يقابل وكيل النقابه اللي كان في الوقت ده صلاح ذو الفقار، بيروح يعرفه بنفسه ويقول له انا علاء ابن سمير ولي الدين. بيحكي علاء ولي الدين في احد لقاءاته ان مره واحده لا الاستاذ صلاح ذو الفقار قام سلم عليا وقعدني وجاب لي عصير ومضى لي التصريح على طول. الموقف ده كان أثر جدا في علاء ولي الدين لدرجة إنه بقى يحكيه أكتر من مرة في كذا لقاء. الموقف التاني وكان ده اللي بيبين فيه إخلاصه وعرفان منه بالجميل، لما عادل إمام جه يعمل فيلم رسالة إلى الوالي، طلبه هو ومحمد هنيدي كالعادة، لأن في الوقت ده كان هنيدي وعلاء دايما بيطلعوا مع عادل إمام من بعد فيلم المنسي زي النوم في العسل أو بخيت وعديلة الجزء الأول أو بخيت وعديلة الجزء الثاني، بس هم كانوا خلاص نجوميتهم بتطبخ على نار هادئة. فلما اتعرض على محمد هنيدي دوره في رسالة إلى الوالي رفض، لكن علاء ولي الدين قال أنا هوافق مع إن الدور صغير، بس أنا مش عاوز أزعل مني أستاذ عادل لأنه كان صاحب فضل عليا، ومش عايز أزعل من أبويا وهو في تربته، لأن أبويا لو كان عايش دلوقتي ما كانش هيسيبني غير لما أعمل الدور ده. وفعلا بيعمل علاء ولي الدين الدور. في الفترة دي كنا بنشوف أفلام لعلاء ولي الدين زي حلق حوش ويا مهلبية ياه وسمكة واربع قروش، كانت كلها مع أبناء جيله ومحاولات لنجاح الجيل سويا. لكن على رأي روبن ويليام عرش الكوميديا ما يشيلوش غير واحد بس، اتنين لا. بس علاء ولي الدين برضه بيأكد عدم صحة النظرية دي لما بيعمل فيلم عبود على الحدود اللي بيبقى بطولته هو وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي، ويقدم للسينما كوميديانات جداد ونجوم في الكوميديا جداد. لأن خلي في بالك كان أحمد حلمي لسه ما حدش يعرف إن هو كوميديان درجة أولى، وكريم عبد العزيز كان جاي من نضحك الصورة تطلع حلوة. فالناس دي في عبود على الحدود هي اتبروزت وخدت حقها. لما بينزل فيلم عبود على الحدود بيبدأ حلم الشاب اللي كان عنده 15 سنة وبيترفض من معهد سنة 87 يتحقق قدامه، وبتجيله مكالمة من زميل والده عادل إمام في أول أسبوع من عرض الفيلم ويقول له علاء الفيلم ده هيعدي المليون في أول أسبوع. وفعلا بيحصل كده، ونجومية علاء ولي الدين بتتأكد أكتر وبيبدأ ينافس صديق عمره اللي هو محمد هنيدي اللي كان سابقه في النجومية على الإيرادات، ولكن عمر ما كانت المنافسة دي أثرت على صداقته بهنيدي، وده بشهادة معتز أخو علاء ولي الدين. وبعد نجاح عبود الساحق مع شريف عرفة والمؤلف أحمد عبد الله بيدخل علاء ولي الدين مع الثنائي ده مرحلة كانت هي الأكبر والأنجح والأكثر إضحاكا وكوميديا من وجهة نظري في فيلم الناظر. وهنا كانت مرحلة التكامل الفني، نجاح نقدي ملوش مثيل ونجاح جمهوري ساحق برضه ملوش مثيل، وكاركترات بقى. يعني علاء ولي الدين هنا
بيعمل جواهر في شخصية الأم واللي هي لحد النهاردة ترندي جدا وكلنا بنفتكرها، وبيعمل دور الأب اللي هو برضو ترندي جدا وكلنا بنفتكره، وبيعمل دور الابن. ده غير طبعا لما بنشوفه هو بيعمل دور المدرس في العصر الفرعوني، ودور المدرس وهو في العصر ثورة 19، ودور المدرس وهو في عهد المماليك. كل الكاركترات دي بروزت حجم ومدى موهبة علاء ولي الدين، لدرجة ان في الفترة اللي نزل فيها الفيلم ده مفيد فوزي وصف علاء ولي الدين بدبابة الكوميديا. ما تعرفش هل هو كان بيتنمر عليه ولا هل هو ساعتها كان بيوصفه وصف حقيقي، دبابة الكوميديا. النجاح الساحق ده شيء اللي حصل في فيلم الناظر وخلى فيلم الناظر يعتبر من كلاسيكيات الألفينات دلوقتي، حط ضغط كبير قوي على علاء ولي الدين وحط نجومية كبيرة قوي على علاء ولي الدين، وبقى في دوشة كتير قوي حوالين علاء ولي الدين. وعلاء ولي الدين بطبيعته مش بتاع الحاجات دي، ولذلك لما بيتسأل في لقاء صحفي ايه اكتر حاجة خدتها منك النجومية، قال الصحة، وانه بسببها وبسبب التوتر والقلق تعب كتير، لدرجة ان المؤلف بلال فضل بيحكي ان في مرة من المرات علاء كان ماشي شايل شنطة كبيرة كده، وفي حد من الجمهور وقفه وقال له ايه ده، الشنطة دي فيها سندوتشات؟ فانفجر فيه علاء ولي الدين على غير عادته وقال له ايوه اتفضل افتحها. فالراجل بيفتحها فبيلاقيها كلها ادوية. علاء ولي الدين يا شقيق تعب في مشواره الفني بشكل غير طبيعي، ولكن عشان الراجل ده كان صادق وبسيط جدا مع نفسه ومع اللي بيعمله، انت عمرك ما كنت هتحس بده. حتى لما بيعمل فيلم ابن عز، فيلمه الثالث اللي حلو على فكرة وكان بيضحكني جدا وانا صغير، ولكنه فشل على مستوى الايرادات ومقارنة بالفيلمين اللي قبله، ولكن انت عمرك ما كنت هتحس ان الراجل ده مهموم او الدنيا مدياله على عينيه وكأنه كان قاصد يسخر حياته كلها بس، او يخلي ظهوره قدام الكاميرا بس مرتبط بالضحكة او الابتسامة اللي دايما هتترسم على وشك لما تشوف وش علاء ولي الدين. علاء ولي الدين يا شقيق كان زي ابو تريكة كده في الاهلي، كل زمايله اجمعوا على تدينه وانه ازاي كان بيشجعهم دايما على الصلاة والتسبيح ويحفظهم ادعية دايما يقولوها، وتحس انه كان قاصد يقول ده للناس ويعرفه لهم، مش نفاقا منه، لا بالعكس، ده كان إصرار منه برضه على ترك سيرة طيبة وراه تنفعه قدام ربنا وتنفع أهله وحبايبه من بعديه، زي سيرة أبوه ما نفعته زمان دي. الله يرحمه علاء ولي الدين، إنسان عمره كان قصير في عالمنا البشري، لكن تأثيره كان كبير قوي وممتد في حياة زمايله وفي حياتنا احنا كجمهور حبه وفضل يحبه لحد النهاردة، ولسه لحد النهاردة أفلامه بتضحكنا. 3 أفلام بس الراجل ده عايش بيهم وسطينا، ولكن تأثيرهم ممتد لحد النهاردة وهيفضل ممتد مهما طال الزمن. سلام يا شقيق.